يا صباح الخير والورد والفل عليكم يا احلى بنات في الدنيا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ بجد عايزه اقول لكم على حاجه. شكرا جدا لكل اللي دخلوا القناه. شكرا لاخواتي. شكرا لكل المتابعين اللي بيعلقوا تعليقات حلوه. شكرا لكل المشتركين الجداد اللي هنوروني في قناتي. بجد بشكركم جدا، ويا رب القناه تعجبكم وتنال على اعجابكم. ان شاء الله النهارده الفيديو هيبقى روتين هادي وخفيف، فتابعوا معايا الفيديو ان شاء الله تستفيدوا منه. ان شاء النهارده بدأ الروتين كده. يعني قمت كده صليت، وخدت الشاور بتاعي. وطبعا كنت حاطه وانا بعمل الاكل الحنين كنت حاطه ماسك كده في وشي، لان بشرتي كانت جافه شويه، لان انا الايام دي بصوم كتير شويه. فالصيام مؤثر على بشرتي، فخلى البشره عندي جافه شويه، فقلت اعمل له يعني ماسك كده خفيف يهدي البشره وكده. وكمان حنين عندها حساسيه من البيض اليومين دول، مش عارفه ليه. يعني حبيبتي معدتها كل شويه توجعها من البيض، فهي كانت الاول بتحب تفطر بالبيض، فلا طبعا وقفته لها شويه، فقلت اغير لها، فكل يوم هعمل لها حاجه تانية. فهي النهارده قالت لي نفسي اكل شعريه، وطبعا هي كلت شويه وكمان مكملتش، لان فعلا معدتها وجعها قوي. يعني مش عارفه، يمكن عشان كلت بطيخ. فعلى ما اعتقد البطيخ فيه مشكلة، الله اعلم، انا مش عارفة، بس هل المشكلة في البطيخ ولا لا؟ يعني لو حد فيكم فعلا اولاده كلوا البطيخ وتعبوا، يبقى هو فعلا الموضوع من البطيخ، لان في مغص جامد اوي. انا مش عارفة، يعني انا عملت لها تحاليل ومش باين في التحاليل حاجة. المهم عملت لها هنا الشعرية، وحطيت لها لبن خفيف قوي، لان هي برضو جسمها متحسس من اللبن ومن البيض. فعملت لها حاجة خفيفة قوي، لان هي بتحب تاكلها باللبن. يعني كان طعمها حلو جدا، بس انا طبعا كنت صايمه، فكنت نفسي ادوق، بس يعني يلا عدت مني المره دي. فقلت كده عقبال ما هي بقى تفطر وتخلص حبيبتي كده بالسلامه، ونقعد نذاكر مع بعضينا. فقلت عقبال ما تخلص، كان ورايا شويه بقى تطبيق هدوم زي الفل، يعني بصراحه لميتهم وقعدت بيهم ايه. قلت اقعد ايه اطبقهم كده واخلص منهم. بصراحه الهدوم يعني غسيل او تطبيق هدوم او مواعين، لو خلصت منهم بيبقوا بصي الهم كله بيشتل من عندك. يعني لو الشقه مكركبه والمطبخ رايق، يبقى شقتك رايقه. ولو سبت الغسيل فاضي، يبقى شقتك برضو رايقه. وطبعا لو الغسيل متطبق على الكنبه او على كرسي متطبق، يبقى كده برضو شقتك رايقه. فانا قلت ايه اقعد اطبقهم كده. بصراحه بحب اطبق الهدوم، يعني بقعد اسرح معاها كده. فبقعد اطبق الهدوم، وبحب تطبيق الهدوم جدا. وكمان بحب اقعد في الشمسيه، بس النهارده الشمس كانت سخنه شويه. هنا كمان قلت اطبق الهدوم بتاع حنين. وهنا هفرز بقى الهدوم اللي هي بتحتاج لمكوى. هدوم مثلا في مثلا زرار مقطوع، حاجة مقطوعة، فدي بعملها مرة في الأسبوع. يعني عشان ما تبقاش فيه حاجة مثلا محتاجة يعني حد يلبسها مثلا تبقى مقطوعة أو حاجة. فأنا بفرز الهدوم وبقعد أبص فيها، فلو في مثلا زرار عايز يتركب، سوست عايزة تتخيط، في حاجة كده اتقطعت، فايه بفرز كل الحاجات دي. فكل الحاجات اللي انا مطبقاها دي الحمد لله ما كانش فيها اي حاجه قطع. هنا في بقى هدوم هتتكوي، وكمان في هدوم هتتخيط. فالخياطه دي بقعد بقى بالليل واحنا قاعدين كده قعده روقان مثلا ولا حاجه، وقاعدين مثلا بنشرب شاي بنسمع مسلسل ولا حاجه، باخد بقى الابره والخيط كده وافرز كل الهدوم اللي عايزه تتخيط. دي تقريبا بعملها مره في الاسبوع او في الاسبوعين لو في حاجه هتتخيط. هنا خلصت، وكانت حنين كمان خلصت فطار. فقلت الم الهدوم واحطها كمان في الدولاب، وبعد كده اقعد اذاكر لها. فعلا لان احنا في اجازه وكل حاجه، في سنه اولى وما امتحنتش على ما اعتقد، اولى وتانية وتالتة مش بيمتحنوا. فانا قلت لها لا، يعني عشان يعني حنين هتدخل سنه تانية، فيبقى عندها في الازهر جزئين فوق الجزء اللي هي خديته في سنة اولى، فيبقى عليها 3 اجزاء. يعني بنشد مع بعض شوية عشان نلحق نخلص قبل ما السنة الدراسية تبدأ، ويبقى عليها تراكم لقرآن يعني وكده. بصوا هي هنا كانت زعلانة مني، او انا اللي مزعلاها، انا زعلانه منها. فهي عماله تكلمني، وانا كنت زعلانه منها قوي، واخده على خاطري كده منها. فهي عارفه ان انا بحب اقرا في المصحف، فراحت رسمه لي قلب بقى وحاجات كده، وانا اسفه يا ماما وحاجات كتير. فربنا يهديهم ويصلح لهم حالهم. هنا كمان قلت عقبال ما حنين بقى تخلص، كنت قاعده بذاكر لها، بس طبعا ما صورتش معاكم اللقطه دي عشان ما اطولش عليكم.
سبتها كده تكتب الحاجات اللي عليها، وقلت كمان ادخل اعمل الاكل بتاعي. فكان الغدا النهارده شويه باميه بقى حلوين. كان في باميه. عملت باميه، بس الباميه كانت غاليه قوي في السوق، الكيلو ب40 جنيه، فانا جبت نص كيلو ب20 جنيه. وقلت اعمل لهم ايه شويه باميه حلوين كده مع حته لحمه كانت موجوده عندي في الفريزر. فالحمد لله الاكل قضى ووفى وكفى وربنا بارك. المهم تقرأوا قرآن كتير وانتوا بتعملوا الاكل. اول حاجه هيطلع طعمه حلو قوي، وتاني حاجه ربنا هيبارك فيه. هنا قطعت كمان البصلة. القطعة دي انا جبتها جديد، كنت زمان بقطع كده على ايديا، فشوية شوية بجيب حاجات واجدد حاجات في المطبخ، يعني بحاول كل شوية احوش من الفلوس اللي بتتبقى بتتبقى معايا من مصروف الاسبوع ولا حاجة. فبحوش لحد ما اشوف ايه اللي ناقص في المطبخ، ايه اللي ناقص في الشقة، واحاول اجيبه واحدة واحدة. بصوا بقى، انا بحط هنا في الشوربه ميه. اوقات بديها اللي هي يعني بشوحها كده مع حته سمنه وشويه يعني بهارات شوربه. بس يعني النهارده كنت مستعجله شويه لان كان ورايا حاجات كتير، وكمان كنت نازله اقدم لحنين في التدريب، لان ان شاء الله هقدم لها في تدريب كاراتيه. فقلت لا يعني مش هلحق بقى اشوح وكده، فحطيت ميه مغليه وحطيت معاها شويه بهارات، بصله، طماطمايه، وكمان شويه بهارات شوربه. وما بحطش ملح وفلفل في الشوربه الا لما اللحمه تستوي، عشان اللحمه ما تاخدش معاكي سوا كتير. وسبتها هنا تغلي. وكمان قلت اعمل بقى كمان الصلصه بتاعه الباميه. قطعت البصله وشوحتها في حته سمنه زبده كده، سمنه بلدي، وكمان شويه زيت. وهنا كمان قلت احط بقى معاها توم وشوي وقرن فلفل حامي، بس انا قللت الحميان شويه عشان حنين عشان بتقعد تصوت لما بتلاقي حاجه حراقه في بقها. وكمان حطوا بقى مع التومه هنا شويه كزبره. يا نهار ابيض، هيبقى الطعم خطير. بصوا والله العظيم جربوا طريقه الباميه دي، طعمها حلو قوي على فكره، طريقه امهاتنا يعني مش جديده، بس وماما ما كانتش بتحط فلفل، فانا بحب اي حاجه مشطشطه. وهنا كمان الطماطم دي كنت غسلاها، كنت جايباها من السوق وغسلاها، كنت عامله بيها فيديو قبل كده ازاي بغسل الخضار وحافظ عليه. بصوا الخضار ده ليه اسبوع والله العظيم زي الفل، ولا حصل له اي حاجه خالص، مغسول ومتنشف ومحطوط في التلاجة، ما بيحصلوش اي حاجه خالص. حطيت هنا يعني تقريبا نص كيلو طماطم او ازيد شويه، يعني هما بيحبوا صلصه كتيره شويه في الاكل. وكمان هضرب كده الطماطم. الباميه غاليه قوي في السوق، فمش عارفه هتنزل امتى. وكمان دي الباميه الحمراء، انا بحب الباميه اللي هي فيها شوك، دي الباميه الخضراء خالص دي، بس طبعا لسه كل الحاجات دي ما نزلتش. وكمان التوم مش موجود في السوق واسعاره بقت عاليه قوي، وكمان البصل بقى غالي جدا في الشمال. فهل الاسعار كلها عندكم كده ولا عندنا احنا بس؟ انا في منطقه الجيزه، فعندنا الاسعار فعلا صعبه قوي. هنا كمان شوحت البصل مع الثوم والفلفل الحامي، وهنزل معاه بالطماطم المصفيه. تمام. وهحط كمان لو عندك بقى صلصه. تمام. بصوا بقى الصلصه دي جات لي مع شويه حاجات ماما كانت بعتها لي، فبعتت لي كيس الصلصه ده اللي هي شركه اللي هي شركه قديمه هي، بس مش عارفه لما دقت الصلصه بعديها، يعني دقت كده الصلصه لوحدها فلقيتها فيها مزازه جامده قوي، يعني مش مسكره، لا مزيزه قوي، على الرغم ان الطماطم في السوق طعمها حلو. فقلت افضيها بقى عشان هو الكيس اصلا مش محكم الغلق ولا حاجه، فاخدت منه معلقتين كده عشان يحمر صلصه الباميه. وكمان حطيته في برطمان، يعني كنت غسلاه وشطفاه ومنشفاه كويس جدا، وقلت احطه في التلاجة ينفعني في اي حاجه تانية محتاجه فيها معلقه صلصه زياده. هنا كمان حطيت اللي هو الملح، كزبره وكمون وفلفل اسود، بس كده. ما تكتروش بهارات في الطبيخ، ويبقى طعمه حلو قوي. خلوا الطبيخ يعتمد على طعمه الاصلي. زمان اهالينا كانوا بيحطوا يعني امهاتنا ربنا يبارك في عمرهم، كانوا بيحطوا ملح وفلفل اسود وشويه شطه، بس كده تلاقي الاكل زي العسل. هنا كمان جبت حله، قلت بقى عقبال ما الباميه تستوي تاخد وقتها كده، هي ما خدتش اكتر من 10 دقايق على فكره، واستوت بسرعه جدا. الباميه الحمراء دي بتستوي بسرعه جدا، عشان ما تتهريش منكم عدوا 10 دقايق واقفلوا، وباقي التسويه هتستوي في البخار. انا صحيح قبل ما انسى، الصلصه هنا سبتها تتسبك شويه، وبعد كده رحت نازله عليها بالباميه واللحمه عشان اللحمه تاخد من طعم الصلصه.
وكمان حطيت معاها كبشتين شوربه كده عشان الباميه تستوي معاهم. وطبعا عملت الرز المعتاد رز بشعريه، احنا بنحب الشعريه زياده شويه في الرز، فحطيت كوبايه شعريه وقصادها كوبايه رز ومل وسمنه، سمنه بلدي وشويه زيت طبعا عشان يخلي الرز مفلفل. وهنا قلت كمان عقبال ما بصوا الشعريه بتتحمر، وكمان نزلت بالباميه كنت مقمعاها، طبعا ما رضيتش اطول عليكم في الفيديو فقمعتها مع نفسي بقى وانا كده وانا قاعده بذاكر مع حنين. غسلتها كويس جدا وقمعتها. بصوا الباميه كان طعمها بجد قمر، طعمها حلو قوي. بصوا في الوقت دوت لو انتوا عايزين تحطوا ليمون تمام. هنا ورقه لورا وقعت فانا شلتها اللي كانت موجوده في الشوربه. لو عايزين تحطوا في الوقت ده ليمون تمام، بتخلي الباميه بتفضل خضره تمام. بس انا بحب احطها بعد الاكل، يعني في ناس بيحبوا ليمون خفيف وفي ناس بتحب عندي الليمون كتير، فعشان يعني نخلص من المشكله دي فانا بحط لهم وهم بيحطوا الليمون زي ما هم عايزين. وهنا بعد ما الشعريه اتحمرت كمان حطيت نزلت عليها بكوبايه رز. بصوا كوبايه الرز وكوبايه الشعريه بيعملوا طبقين كويسين محترمين يعني. انا مش باكل رز طبعا عشان ان انا التعب اللي عندي وكده، فباكل الباميه كده بصراحه من غير عيش ولا رز ولا اي حاجه، يعني باكلها كده الحمد لله رب العالمين. قلت بقى عقبال ما الاكل يستوي اهم حاجه ان الحوض بتاعك يفضل نظيف. يعني بصوا لو طبق واحد والله العظيم اتحط هتلاقي كميه اطباق وحاجات كتيره قوي في الحوض، مش عارفه ده ازاي بيتكاثر طبعا. فانا اول باول كده اي حاجه بخلصها عقبال ما الحاجه الجنبيه بتخلص او بتستوي بكون انا يعني بشطف المواعين. ما بحبش يعني لو شفت شكل مواعين في الحوض بحس ان انا متوتره والشقه عندي كلها مكركبه، حتى لو الشقه كلها ممسوحه وريحتها زي الفل، لا بحس ان لو دخلت المطبخ والمطبخ مكركب يبقى شقتي كلها مكركبه. فانا خلاص عودت نفسي اللي هو اخلص اكل، وانا بخلص الاكل لو في حاجه محتاجه ان انا احمرها فمحتاجه واقفه جنبيها كده وانا بحمرها بغسل شويه وانشف ايدي وبعد كده اقلب وارجع تاني اغسل الحاجات اللي باقيه. هنا كمان غسلت الخلاط تمام. على فكره هيتغرق تاني دلوقتي لان انا هعمل فيه عصير مانجا، اخر كيس عصير مانجا من السنه اللي فاتت. طبعا انا صايمه فقلت بقى ادلع نفسي طبعا، وانا عشان انا اللي صايمه لوحدي في البيت ولا فقلت خلاص اعمل كوبايه مانجا كده، فكلهم قالوا لا انت هتعملي مانجا لوحدك احنا هنشرب معاكي. يا جماعه انتوا مش صايمين، هي كده، هو انت هتعملي مانجا هنشرب كلنا. فقلت لهم الف هنا وشفا على قلبكم. هنا كمان حطيت بصوا انا هنا في الرز ما بحبش الرز يبقى دسم قوي، هم يعني عندنا في البيت ما بيحبوش الرز يبقى دسم قوي، فبحط نص ميه ونص شوربه وبحط كمان الملح وبيبقى طعمه حلو جدا. وكمان وانت بتسوي الرز عشان يطلع الرز معاكي مفلفل ما تغطوهوش دلوقتي تمام، سيبيه بقى لما يستوي يعني يتشرب خالص ما يبقاش فيه شوربه، وبعد كده هدي النار على الاخر، هدي النار خالص وبعد كده غطي وسيبيه بالظبط 10 دقايق على حسب نوع الرزايه بتاعتك هتلاقيه استوى. اديله تقليبه وبعد كده سيبيه يستوي 10 دقايق وبعد كده ارفعي الغطا عنه هتلاقيه استوى. هنا كنت الحمد لله رب العالمين خلصت المواعين. الاسفنجه دي بقى بتقعد معايا طول النهار، وبعد كده اخر اليوم دي اسفنجه الاطباق، في اسفنجه كمان للكوبايات، فالاسفنجه دي بتقعد معايا بقى طول النهار كده شغاله، واخر اليوم بجيب ميه سخنه ومعاها خل ومن غير صابون ولا اي حاجه، بكون شطفه كويسه قوي من الصابون واحط معاها ميه وخل كتير وشرايح ليمون واسيبها كده وانا مثلا خلاص داخله انام بقى، فبصفيها كويس جدا اشطفها من الخل والليمون وبعد كده اسيبها تتصفى كويس قوي واحطها تنشف وتبقى الصبح زي الفل. بصوا بقى هنا اخر كيس مانجا عندي. المانجا طبعا لسه باين ما طلعتش او طلعت بس غاليه قوي، وكمان اكيد مش طعمها حلو زي لما بتيجي بعد الموسم بتاعها بشويه كده، اللي هو اول ما بتطلع كده تبقى طعمها مش حلو. فهنا كمان قلت اعمل لهم المانجا. اول حاجه انا هعصرها كده من غير سكر ولا اي حاجه لان انا هاخد الكوبايه بتاعتي طبعا. هنا حنين داخله يا ماما والنبي عايزه كوبايه مانجا، حاضر بس انا لما نضربها كويس وبعد كده اديك المانجا. ف بصوا واقفه لي ازاي، هي مصره عايزه مانجا. انا هنا خدت الكوبايه بتاعتي وشلت كمان كوبايه على جنب كده، انا مش هشرب كوبايه واحده طب،
فشلت كوبايه على جنب وحطيت كيس سكر اللي هو سويتال، حطيت نص هنا ونص هنا في الكوبايتين، وقلت عشان لما اجي افطر يبقى يعني ما ترفعش الدنيا قوي يعني، وتبقى الدنيا مظبوطه في السكر. هنا كمان عملت العصير وحطيت معاهم سكر بقى، واديت لها الشويه بتوعها عشان تقعد ساكته، عشان عماله اقول لها سيبيني اصور، وهي برضو مصره وعماله تلح عليا. خلصت كل حاجه. اهم حاجه بقى ان انا بعملها يعني وانا قاعده فاضيه كده، خلاص بقى مفيش اي حاجه عندي والشقه نظيفه وكل حاجه تمام والاكل على النار، فلو في اي جهاز كهرباء موجود عندي وانا واقفه في المطبخ، فبمسك كده. بصوا المناديل المبلله دي، الكيس ده ب15 جنيه، يعني قاعد معايا ليه مش عارفه 5 شهور مثلا، بستخدمه في كل حاجه والله العظيم، وبينضف كويس جدا على فكره. اي اجهزه كهربائيه بتنفع قوي مع المناديل المبلله. بصوا اهم حاجه ان انتوا تحافظوا على الاجهزه الكهربائيه، لان بصراحه الحاجات بقت غاليه قوي وربنا يلطف بينا يعني. اهم حاجه برضو ان انتي عشان تنظمي وقتك، يعني اهم حاجه ان انتي تنامي وانتي شقتك نظيفه من بالليل، عشان تصحي تبقي بتبداي يوم جديد بروقان. يعني بحس كده ان انا لو ما نظفتش شقتي من بالليل والدنيا مكركبه، بحس ان انا قايمه الصبح مش انا تايهه ومش عارفه، الدنيا مش مظبوطه معايا ولا يعني في حاجه غلط، فببقى قايمه بقى مخنوقه ومتضايقه. اما لما بكون الدنيا متظبطه من بالليل، فببقى قايمه كده عارفه انا هعمل ايه. كفايه ان انا بعمل لنفسي فطار يعني يروقني شويه، مع فنجان قهوه محترم، وبعد كده اقعد بقى اقرا شويه قران، اذاكر لحنين، العب معاها شويه، وبعد كده على الساعه 3:30 4 كده بدخل اعمل الغدا بتاعي، فبكون منتهى الروقان. وتاني حاجه ان هو لازم يكون السبت الغسيل عندك فاضي. يعني والله انا يعني احنا تقريبا كل يوم بنغسل، بس يعني ما تكوميش الغسيل عليكي عشان ما تتعبيش او ما تحسيش بتوتر. هنا كمان كان الاكل استوى. انا قلت لهم اتغدوا، فهم قالوا لي لا احنا هنستناكي بقى، مش هينفع يعني انتي صايمه وكده، فاحنا مش هينفع ان انتي تاكلي لوحدك. فهنا كان الاكل استوى وقلت يعني استنوني بصراحه لحد ما المغرب اذن، فحطيت لهم الرز. والحمد لله رب العالمين، الاكل كان طعمه حلو جدا. اتمنيتكم معايا وجربوا الباميه بالطريقه دي، حلوه قوي. حطوا مع الباميه فلفل حامي وتوم وكزبره، هيبقى الطعم تحفه. هنا يعني بصوا، انا عشان هاخد الطبق بتاعي، فانا عماله انقلهم القطع الكبيره واخلي انا ليا القطع الصغيره، فطبعا هم بيكشفوا الموضوع وبرده بيدوني القطع الكبيره. وهنا كان الاكل كده. بتمنى الفيديو يعجبكم وجربوا الطريقه دي، ومع السلامه حبايبي في رعايه الله.